المهم قررت إن أبص تاني على الأوضة المولعة دي وأحاول أشوف مين فيها وإيه آخرته، وبعد كده أروح أقول لأبويا واللي يحصل يحصل بقى. وفعلا قربت من شباك أوضتي وبصيت بنص وشي، ولما ركزت لقيت خيال جوه الأوضة بيجري، خيال لشخص بيجري بسرعة جدا أكنه بيهرب من حاجة، وفجأة يختفي ويظهر تاني أكن الأرض بتبلعه وبيطلع منها تاني، والأصوات عالية جدا لحد بيصرخ وحاجات بتتكسر. وفجأة الخيال وقف والتفت ناحية بيتنا وخصوصا أوضتي، فخفت لا يكون الشخص ده شافني ويكون حرامي ويعمل فيا حاجة ولا حاجة، فدخلت نص وشي التاني ولزقت ظهري في الحيطة وكنت ميت من الرعب. وبعد كده الفضول كلني، وخصوصا ان الاصوات اللي كانت طالعة من البيت هديت، فقررت ابص تاني اشوف ايه اللي حصل. فببص لقيت الشخص ده طلع على سور البلكونة بتاعة القصر وبدأ يقطع هدومه كلها لغاية ما بقاش عليه اي حاجة تستره، وبعد كده طلع على سور البلكونة وفضل يمشي عليها رايح جاي. وفي الأثناء دي الأصوات اللي كانت في القصر بدأت تعلى تاني جدا لدرجة إنها صحت